ما فشر بنص عينه؟ اللي بده يجيب سيرة أبوك بالعاطل لسه الله ما خلقه. لك انا بس بدي افهم، اذا في ثميره بالبيت ما عم بيقول هذا الواطي ابو عبده، وينها؟ انشقت الارض وبلعتها؟ والله اللي اسمه الله بقطع ايدي من هون اذا كان هذا ابو عبده ما يكون كذاب. لخاي معقول يكون أبو زهير هو اللي أخذها؟ اهلا عمي احمد، دخول ابني دخول. هلا وصلت قبل منك، مالي داقيه وصلان لهون. ها؟ الجورة مفتوحة؟ ايه والله. عجبك هالقصة؟ لك انا لهلا ما عم بعرف هذا جده لابو عبده منين جاب هال 500 ليرة رشادية. لك انا ايش رايك تقول لي انت منين جابهم؟ لك يا ابني ايش رايك تقول لي؟ لك انا ما بعرف. ولك ايش؟ قسما بالله قسما بالله ولك ابو زهير بدفنك برضك، ولك اذا ما بتقول لي وين رحت فيها. ولك ابني عن ايش عم تحكي؟ ولك على الطميره اللي لقيتها هون وبلعتها. لا اوعك تحكي عن شرفي وعن سمعتي. انت ولد اول عمرك وما بتعرفني منيح، بس روح اسال عني ابوك واسال غيره وغيره، اسال عني كل الناس. انا زلمه بحكم مصلحتي هي دخلت بيوت كتير، كل الناس بتأمني على بيوتها وعلى اموالها. انا يا ابني الله رزقني لاني بخاف منه. ايش واقف عم تستنى؟ رد علي التراب، ادفني. ولك يا ابني انا بريء امام رب العالمين لاني بخاف منه. كرمال الله لا تاخذني يا عمي، كرمال الله. والله ما بعرف ليش هيك ساوي. انت حط حالك محل ابوك بده يبيع القهوه وبده يبيع البيت مشان يسد المصروات لابو عبد الواطي. عمي الله يخليك، اعتبرني مثل ابنك وغلط بحقك، وهي هاي بوسه من راسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش فكرك أنا مالي حاسس بالمصيبة اللي وقع فيها أبوك؟ ولك ابني هذا أبوك نص أهل الحارة لحم كتافهم من خيره، طول عمره بدير باله على الفقراء والمساكين. يا ريت بقدر بساعده بشي لو صغير، بس منين يا حسرة، العين بصيرة والإيد قصيرة، الله يكون بعونه. عمي ابو زهير اللي عندك طلب. طمن ابني طمن، ما راح احكي لحدا باللي صار. روح على شغلك وتوكل على الله.